يقول لك هذا مسار ممشى لحارة حجرة الشيخ. ترى تشوف احنا الحين واصلين، بعد نبي نشوف المكان. اذا وصلتوا بنرسلكم اللوكيشن. هذا بداية المسار، وهذا الشباب خلصنا من المعاول جينا هنا، فبنشوف كيف تغيير جو شباب. صح؟ صح. طبعا اجمل ما في المكان في حارة الشيخ او في حارة حجرة الشيخ انارة تمشي فيها ما شاء الله. مشكلة احنا كان عندنا مسار، وبعد المسار رجعنا هني، يعني شوية تعب، يحتاج لك يوم عشان تمشي في المكان. خلاص انا بصور حالكم، ما يحتاج تجوا انتم، ما دام هذول الشباب واصلين. خلاص ما دام الشباب جايين انتم لا تجوا، انا بصور حالكم وبعدين تعالوا اذا بغيتوا تجوا. وهذا الممشى الثاني ما شاء الله، مكان جميل بصراحة. الحين مرتب المكان، بس ما زال بعض الأشياء وبعض الحاجات تستحق، يعطي جمالية أكثر. أهم شيء هني شباب واصلين، أهم شيء يتمشوا بس، ما همهم غير يتمشوا. وهذا الممشى الثاني ما شاء الله، مكان جميل بصراحة. الحين مرتب المكان، بس ما زال بعض الأشياء وبعض الحاجات تستحق، يعطي جمالية أكثر. أهم شيء هني شباب واصلين، أهم شيء يتمشوا بس، ما همهم غير يتمشوا. أعتقد بالليل يا أخي الأجواء يعني ما مثل النهار، يمكن لأنه بالليل شوي المكان مظلم طبعا، بس إنارة فيه موجودة. أتوقع يحتاج بالنهار يكون أفضل، لكن مكان زين صراحة، زين. الأجواء باردة الحين ترى. أهم شيء يقول لك علم السلطنة دائما يرفرف ما شاء الله. يفترض فلق، بس الفلق أشوف ما شغال اليوم، ما في ماي. إيه من كانت نخيل ما شاء الله مهجورة وكذا، واليوم أصبحت ما شاء الله أماكن تجارية سياحية ترويج فيها. حاطين لكم جام هني، هذه أساسا للعنصر النسائي صح؟ اللي طبعا ممشى حجرة الشيخ ولاية وادي المعاول. ترى كالمعتاد بدل ما تروح كوفي ويصوروا هناك، هم حاطين لكم هني ما شاء الله عليهم. يعني احنا بنمشي لين حجرة الشيخ آخر شيء. هذا الشتاء وهذا أنا باين علينا هالحنين، باقي مثل ما احنا.